السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. واستمرار بكاء الكراغلة والجزائريين. جمهور اتحاد العاصمة درشوها الوليد الصادي رئيس الاتحادية ديالهم. شوفوا هادشي غريب وعجيب ومازال الخير لقدام، مازال غازيدين تشوفوا. خليكم معنا. من بعد هادشي كامل اللي شفتو، وليد الصادي مسكين يعطيوه شي خطله د العصا، ما غيتفكوش مع الجمهور ديال اتحاد العاصمه لان دخلهم في حيط مشى لهم فينا المساكن. واني حداو راسكم بزاف، حداو راسكم مع بيت تبون. عمي تبون تيقول لكم اقبطوا الصف، اللي ما قبطش الصف اش غادير له عمي تبون؟ قول له سي تبون تجيني بالكلام الحلو، معليش كلامك راني نديرو على جهه، بصح راني شاد حجره في يدي تخرج على الصف نعطيك. حنا بعدا عمي تبون نقبطوا معاك الصف، كون هاني ما ضربنا بحجر، ما ضربنا بتا شي حاجه. ويني داك الجمهور ديال اتحاد العاصمه اللي جا مع الفريق ديالو نهار اللي كانوا يلعبوا في بركان، مالو بقى هنايا اش يدير في مراكش؟ وي ثلاثه بيهم كاع تيتساراو وعجبهم المغرب. اسمعوا قولوا لنا شنو وقع. السلام عليكم. السلام عليكم خوتي، راني في جامع الفنا في مراكش. راهم معايا خاوتي، فاميلتي، عائلتي، والد رامي بو غايب كيما يقولوا، راهو يدور راهو يحوس. معايا والد صاحب رامي زكي هكذا، واحد يسكن في خميس قنشله، واحد يسكن في الويبه في الجزائر، ماشي مشكل. خويا مرحبا بك يا خويا في الجزائر. خويا زكي كي قلت لك ارواح للمغرب، كي قلت لك ارواح وما تخافش، واش لقيت في المغرب؟ قاعد مليح الله يبارك، نعم الناس والله. يعطيك الصحة. نعم الناس. يا اخي حاجة ما خصك، حاجة ما خصني هنا مع الصبيان، حاجة ما خصني. ربي يحفظك. خويا والد كي قلت لك ارواح المغرب. خويا العزيز يعيشك خويا سفيان الزعيم، ولا غير الزعيم، والمغاربه فري زعامه ويستقبلونا بيا، بارك الله فيهم. وانا مع الرجاويين ومع الوداديين ومع البركان صورنا لي معاهم. خوا جايين المغرب خوا وفي الاسماء وفي الجيري وفي المغرب يا اخو. خوا شعب واحد. وتحيه ناس خميس الخشنه. يا خويا بارك الله فيكم يا خويا. هاد لا فيديو جوست وان شاء الله بو حنا الوداديين يعرفوني الحمد لله. انا عمري ما نسب واحد، انا عمري باسكو انا ما نكرش الخير تاع المغاربه. المغاربه وقفوا معايا وداروا فيا خير، كبروا بيا وكبروا لي بولاد بلادي فاميلتي. سي نورمال، حاجه باينه، يعطيهم الصحه. جوست هاد لا فيديو ماذا بيا الناس تحط عقلها مليح، الناس اللي تشوف على صورة تاع المغاربه في الجزائر راهم غالطين بزاف. حنا رانا في الواقع، ما راناش في المواقع. على كل حال نقولوا بسم الله العظيم. المهم حصريا في الجزائر، الا بغيتي الزيت خصك بطاقه الناخب، خصك البطاقه باش تنتخب على عمي تبون. العهده جديده اللي المغاربه كاملين باغيين عهده جديده لعمي تبون، باش ما نبقاو نضحكوا، حيت راه لما خطانا عبد المجيد راه بقاو خلا. يعني الا بغيتي الزيت في الجزائر شنو خصك دير؟ بدون زيت ولا يتباع بالبطاقه تاع الناخب. سبحان الله يا خويا، والله غنشوف بلاد ميكيه. ها معكم الشيخ، تفضل يا شيخ. كل مع شاهد وقال لي يا خويا اللي عنده بطاقه الناخب نعطيو بدون. ها جاب له، شوف انتخابيه ولا شنيان نعطيك بطاقه الناخب. ها كاش علي بها وعطاني بدون زيت. سبحان الله. قال لكم اخويا بلاد المعرفه وعندك بطاقه الناخب وعطاو زيت. ها هو راه يا خويا راح هذا الشيخ راح يشري بدون زيت
دومونديو فيه البطاقه هذه، راح جابها من الدار وبا عطوه بدون زيت. ها راني بدون زيت. هاك شوف. ها زعما نجيب تاع الدار با يعطوني زوج. زعما نجيب تاع الدار. سبحان الله. خليكم اخر كلمه ليه تقولوا له. واخويا كثر خير لبلادنا، كاين الزيت من بطاقه الناخب كثر خير. الحمد لله يا ربي ما يحتاجوش الدول الاخرين. يا ربي. الزيت ما كانش، الماء ما كانش، ما كاين والو. الزيت سمعتو ايوا الماء مساكن هاد الجزائريين شنو غيديروا معاه؟ حتى الماء ما هو ما كاينش. الغاز والبترول والقوى الضريبه وعمي تسبون هز الحجر والماء ما كاينش. مال هادو مساكن مالهم؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. والله ما قدرنا يا خوتي. الماء ما كاينش في الجامع. عندك ذوك البيترول ولا غير تعشم، ولا غير تعشم. يجي واحد براوي يجي يسرق منا باش يدخل يصلي، ما عندوش باش يتوضا. عندنا المشكل الاساسي اللي رانا عايشينه ومعاناه هذه منذ 5 سنوات. الصيف راه على الابواب، راهي معاناه كبيره. احنا الماء راه ما عندناش، راه عندنا لو سول، هذا لا سورس الوحيد، هذا منبع. ماهوش العين جايه من الشاطو باش الناس تكون على بالها، ماهوش الشاطو، هذا منبع يعني بطريقه بدائيه. أنا في غبينة كبيرة من جهة الطريق، من جهة الماء، من جهة الغاز، من جهة كلش ناقص، ما عندنا والو. الله يكون لكم في العوان. انا بعدا كيتسالاولي من كنت نسمع الغاز والبترول والتبون والقوة الضاربة وهادشي كامل وما كاينش. هادشي راه غريب جدا. دابا بغينا نفهموا العقلية ديال الجزائري كيدير فكر. الناس يشوفوا بزاف د الجزائريين رغم هادشي كامل ما عندهم حتى شي حاجة، لا خضراء لا ماء لا زيت لا حليب. انا شفا يا ربي السلامة. وهكاك عندهم واحد العقلية في شكل ما فهمتش انا هاد العقل ديالهم. اسمعوا هذا شنو تيقول تا هو. ان التزوير في الجزائر ظاهرة سوسيولوجية ثقافية متجذرة في البناء السياسية الاقتصادية الثقافية للمجتمع الجزائري. التزوير جزء من أحوال المعاش، جزء من بناء العلاقات الاجتماعية والعلاقات السياسية بين المجتمع ونفسه، بين المجتمع والسلطة، وبين المجتمع والآخر يعني العالم الخارجي يعني الأجنبي. وكذلك علاقتنا بما هو وهم، ما هو حقيقي، ما هو كذب. الجزائر حتى نكون في دقة من التعبير منذ استقلالها إلى اليوم لم تناقش جواهر القضايا الأساسية الجوهرية في تاريخنا المعاصر. إما أنها كانت محظورة من النقاش، إما أنها حولت إلى طابوهات مقدسة، إما أنها أجلت أو أنها شوهت في النقاش، أو تزوير كل الأساليب المرتبطة بأشكال التعامل في المجتمع. هذه ظاهرة متجذرة في المجتمع لها خلفياتها التي تجد تفسيرها في طبيعة نظام الحكم. طبيعة نظام الحكم لم يربي المجتمع على الشفافية، لم يربي المجتمع على الحرية، لم يبني المجتمع على المنافسة الشريفة، لم يربي المجتمع على النقد الصريح، بل علم المجتمع كيف أنه الله يكون لكم في العوان. هادشي اللي غنقول لكم انا بزاف. هادشي تيقهر تيوقف تيبكي، ما نكذبوش على الله. باش ما تلقاش الشلمه. هادشي راه غريب جدا. دابا غنشوفوا واحد السيد حاقد، تنشوفوا ديما واحد القرع ما عرفتش شنو سميتو، مورا واحد الصحفي ديما حاقد علينا. وانا كنت نقول هاد السيد مالو حاقد مسكين؟ كل مره تنعرفوا الحقيقه شي واحد فيهم. هاد القرع هذا حاقد مسكين بشحال هادي. وانا تنقول كيفاش ساعه القضيه فيها 4-0 دلو ما اسمع تعربت بيك ولا بلا بيك ديما مغرب. هذا مش حب الوطن. هذا لا هذا مش حب الوطن. هذا حب الوطن. احنا في الجزائر المباراه، انا الحاجه اللي غاضتني في نهايه المباراه اسامه كان حاضر، الشماخ ان مومون دوني لي سيبورتور يقولوا الهدف الخامس، هو يقول لهم خلاص سي بون. لا ما سي بون. لا وفات المباراه رضوان تو فهم مستقبل باش نحكيو عليه بطبيعه المنتخب الجزائري. المهم عليك بالصبر القرع، ما عندك ما دير. هذاك الشيء التاريخ هو هذا، التاريخ يعيد نفسه. الشيء راه هو الواقع ديالكم. وديما غتبقاو تخسروا، ماشي اول خساره وماشي اخر خساره، وديما غتبقى تفكر لان نتوما اصلا راه داكشي اللي مقررينكم حقرونا المراركه، حقرونا اخواني. المهم دابا مساكن الجزائريين ما بقى في يدهم ما يديروا شنو بغاو، صافي ما بقى خصهم والو، طلع لهم كلشي في راسهم.
ما كاين حتى شي حاجه في البلاد مدمره، ما فيها والو. عمي تسبون ما كاين شي مأمرو، شنقريحه ما كاين شي مأمرو. قضيه الشعب مسكين، راكم سمعتوا العقليه ديالو، عقليه ديال الكذب والبهتان ودي كلشي باغيين يولي ردو ديالهم، وتيبغيو يبانو قويين وعظماء، وهما مساكن ما بينهم وبين العظمه الا الخير والاحسان. سمو هذا مسكين تا هو بقى في والله الا بقى فيه. راه شي بعد شي فيديوهات تنشوفوهم تنتاسفوا للشعب الجزائري صراحه. الله مسكين هذا عز عليه. يستبون. انا انسان بسيط غادي نهضر ما خليهاش في قلبي. ربي عطانا لسان باش نهضروا، اي حاجه ما عجبناش نهضروا. الاتحاد الافريقي عطيتهم مليار دولار، واش معناتها مليار دولار؟ تبني ألف مستشفى في الجزائر، تخدم كاع الناس وتوكل كاع الغاشي. اش دير عمي تبوط؟ اش دير؟ ديرنا مقبره جماعيه، وهادو كاع مساكين دخلهم ودفنهم وصدق ودير الخير على روحك. ممكن ما سمعتو خوتي، هذا مسكين باغا نديرو لا كثرت لها من الضحك. هذا بغا مسكين كلشي مقبره جماعيه، وهي في الحقيقه راه الجزائر اصلا مقبره جماعيه. المجموعه ديال الحماق ديال الهكاس الثانيين ديال الحماق السبيطار خلينا ماشي. انا بعدا ما نكذبش عليك، تنهز التليفون صافي تنجي هكا من الخدمه تناكل، خصني نهز التليفون نتفرج في الجزائريين باش نضحك شويه بحال تيجيني الناس. انا ما يمكنش ما نشوفهمش، راه مرضت بهم انا دابا، مرضت خصني نشوف نضحك نطلع الطوبيه شويه. مال هذا فين المهم اخوتي شنقول لكم، الله يحسن لكم العوان. المهم حنا معاكم ديما تديروا عقلكم، الله يهديكم. هادشي اللي نقول حنا رغم هادشي كامل راه مازال تنقول لكم الله يهديكم، وراه مازال ما تنبغيوش ندخلوا معاكم في طابه بزاف. المهم خوتي كان هذا هو الفيديو ديال هذا النهار، وتهلاو في راسكم والسلام عليكم.